بس نفسي السجادة تتغير. يعني السجادة تتغير ويبدأ الملعب تاني يعود تاني طبعا، لأن هو ده مفرخة للاعبين. عندنا كام ملعب في المحافظات تقريبا؟ يعني هو في ملعب في الشرقية، محافظة الشرقية، وطبعا ده تهالك حاليا خلاص، يعني بدأ خلاص يعني لأن من فترة بقى موجود. واتغيرت السجادة قبل كده مرة، يعني هو اتعملت سنة 96 واتغيرت السجادة مرة، ودي السجادة دي بقى لها حوالي ممكن داخلة في 14 سنة السجادة اللي موجودة حاليا دي. ولولا المينتيننس الصيانه الدايره يعني الدوريه ليه ما كان الملعب ده خلاص. وفي ملعب في يعني اسماعيليه في ملعبين اللي هو اقيم فيه البطوله الافريقيه، بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري رجال وسيدات. فالملعبين دول دوليين وعالميين يعني ما شاء الله عليهم. ففي ملعب في بورسعيد ده برضو لسه معمول جديد، بس الميزان بتاع الملعب محتاج ان السجاده تتشد اكتر. في ملعب في اسكندريه في ملعب سموحه، لكن ده محتاج تغيير السجاده. وفي ملعب في مركز شباب الجزيره برضو السجاده بدات تتاكل فيه. وفي ملعب في الطائرات، نادي مصنع الطائرات اللي هو فاز بالمركز الثاني في بطوله افريقيا الاخيره. يعني الملاعبين اللي احنا شغالين عليهم ملعب اسماعيليه، ملعب اسماعيليه شغالين عليهم. الشرقيه وملعب الشرقيه لا حاليا لا ما عادش، الشرقيه ما بيتلعبش عليه دلوقتي حاليا خلاص. يعني امال بيتمرنوا فين؟ هو بيتمرنوا عليه يعني التمرين كده يعني لكن كمباريات رسميه حاليا قالوا لا مش هنلعب عليه خالص. وملعب بورسعيد بيلعبوا عليه، ملعب اسماعيليه وملعب بورسعيد وملعب مركز شباب الجزيره وملعب الطائرات. هم دول الاربع ملاعب الاساسيين اللي بيتمرنوا عليهم حاليا يعني. فاحنا نفسنا ملعب باستاد القاهره. طب ما هو ده قليل قوي يا دكتور مع كامل احترامنا. يعني احنا عايزين نقوم بنشر هذه الرياضه والممارسه الاكثر ليها. هل ده ينفع في المحافظات مصر كلها يكون عندنا 4 فقط هم اللي صالحين؟ طبعا، ما هو ده اللي احنا نفسنا فيه. اللي هو ازاي نطور رياضه الهوكي. فدي الملاعب دي اهم حاجه. فنفسنا ان شاء الله باذن الله. طب حضرتك قلت ان الاتحاد الجديد عنده طموحات جديده، عنده اجنده جديده. ايه ملامح هذه التغييرات الاتحاد وايه افكاره في الفتره دي؟ لا والله بدأ بداية نشطة يعني بعمل لجنة مدربين ولجنة حكام ولجنة لا بعيدا عن اللجان. يعني التطور ملحوظ، فني ملحوظ بنشوفه في تطوير اللعبة نفسها وأدوات اللعبة. تمام. هو ان في بطولة أخيرة اشتركنا فيها، بطولة عمان. كانت دي بطولة الأمم العالمية. دي كانت تحسين الرانكينج، الترتيب بتاعنا يعني ترتيبنا ال 17 لو فزنا بيها كنا وصلنا لترتيب اعلى شويه يعني. فادينا مباريات رائعه هناك يعني، وفوز يعني خدنا المركز الثاني والميداليه الفضيه، واحسن لاعب في البطوله كان مصري اللي هو موكشا. فدي الاحتكاك ده نفسه طبعا بدأ تطور. صحيح. كان قبل كده كان بقالنا فتره مفيش احتكاك خارجي ومفيش احتكاكات بفرق اوروبيه او عالميه. فان انت تحتك بمنتخب مثلا زي امريكا USA وتكسبه قبل النهائي، فدي حاجه كويسه جدا طبعا. ان انت تحتك بمنتخبات زي استراليا زي الصين زي بولندا زي شيلي وتكسب شيلي وتكسب كل المنتخبات في مجموعتك. يعني انت كسبت شيلي في مجموعتك وكسبت الصين في مجموعتك وتعادلت مع بولندا. صحيح. تمام. وقبل النهائي كسبت امريكا في مباراه رائعه يعني، واداها المنتخب بصوره رائعه يعني. فده الاحتكاك ده كويس ان انا اعمل احتكاك خارجي مع الفرق الاوروبيه، اشوف مدرسه اوروبا ازاي، اشوف مدرسه نصل للعالميه بقى يا دكتور. ايوه نخرج بقى من عباءه الافريقيه ونصل الى العالميه ونبقى في مرتبه كمان كويسه ان شاء الله. ما هو يبدا بقى بالاحتكاك الخارجي. صحيح. وان احنا نشكل يعني من ضمن الحاجات اللي عاملينها في لجنه مدربين ان في دورات ان شاء الله باذن الله عاملينها للمدربين ثقل يعني سواء في الاداء الحركي والمهاري، تحليل الاداء الحركي والمهاري، او في اللياقه البدنيه، او في الاعداد الخططي وتخطيط الاحمال للاعبين. فدي برضو الدورات دي هتثقل المدربين طبعا. وطبعا يعملوا دورات برضو للحكام لان هم دول يعني انا المدرب ده مربي طبعا. فهو ده اللي هيحبب اللاعب الناشئ في رياضه الهوكي. يعني لما يذكروا مميزات رياضه الهوكي
وان عندنا فرق كبيره في رياضه الهوكي، وعندنا رياضه اولمبيه، وعندنا فرق لعيبه محترفه في بره مصر. يعني عندنا لعيبه كتير محترفه في فرنسا وفي انجلترا وفي استراليا صحيح. وفي المانيا. عايزين وحكام كمان الاحتراف ده في وحكام محترفين برضه. فان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا نكمل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اكيد. استاذ الدكتور وسام البنا، استاذ تدريب الهوكي كليه علوم الرياضه جامعه بني سويف، عضو لجنه المدربين بالاتحاد المصري للهوكي، وحكمنا ومعلقنا ولاعب مصر السابق في الهوكي. شرفتنا نورتنا، ضيف عزيز دايما عن يدك. شكرا لحضرتك، انا اتشرفت بحضرتك، وشكرا لحضراتكم جميعا، فريق الاعداد وقناه النيل للرياضه، وشكرا للمشاهدين. مشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا النهارده. كل التحيه كل التقدير لفريق عمل هذه الحلقه. غدا انتظرونا فريق عمل جديد ومتابعات جديده ورياضه اونلاين.